من أول ما بنتكلم عن كلمة هيروين بنحس بخوف. اسم مخدر واحد واخد مقاسي ملايين. أنا معاكم السيد التركي، وده فيديو بيحكي حكاية الهيروين. منين جه؟ كان ليه استخدام طبي الأول؟ إزاي تحول لكابوس؟ وإزاي ممكن نساعد الناس اللي وقعوا فيه؟ أصلاً المادة اللي الناس بتسميها الهيروين هي عبارة عن منتج مرتبط بالمورفين، اللي هو بدوره متركب من الأفيون. أول واحد اكتشف مركب اسمه دايستيل مورفين كان واحد عالم اسمه تشارلز روملي ألدر رايت سنة 1874، لما كان بيشتغل على المواد المأخوذة من الأفيون. بعد كده شركات صيدلانية وفي مقدمتها شركة كبيرة ألمانية جابت المركب ده وسوقته أواخر القرن الثامن عشر كعقار طبي، وكان حينها بيتسوق كمسكن وكعلاج من الأفيون للسعال، وسموه هيروين. في البداية الناس شافته كعقار مفيد، أقوى من المورفين في بعض الأوقات وبيدي شعور سريع بالراحة، لكن مع الوقت اكتشفوا إن ليه آثار جانبية قوية وإمكانية عالية للإدمان. ومع مرور السنين بدأ الاستخدام يخرج من الدكاترة للشارع، وازداد الاتجار بيه بصولة كبيرة. اللي بيحصل لما حد يدخل في الإدمان إن مش بس جسمه بيتغير، شخصيته وشغله وعلاقاته بتتفكك، العيلة بتتأثر، في مشاكل مالية قانونية وصحية، ومش ناسين الأمراض اللي بتيجي مع الحقن أو حتى تدهور الصحة النفسية. أسئلة بتدور في بالك كل واحد. أول حاجة بتبين على مريض لما يبدأ يستخدم: إيه سبب الإدمان من الناحية البيولوجية والنفسية؟ إزاي ممكن العيلة تتعامل؟ وإيه خطوات العلاج الفعالة؟ الاتجار بالمخدرات ده مشروع ربحي ضخم، وده بيجيب وراه عنف وفساد. في بلاد كتير اتعملت حملات لضبط المهربين، وفي نفس الوقت ظهر سؤال كبير: هل الحل قمعي ولا علاجي؟ الدول بتوازن بين الجزاءات وبرامج إعادة التأهيل، والنتيجة مش دايما سهلة. في أمل، علاج الإدمان ممكن ينجح. برامج طبية، علاج سلوكي، دعم اجتماعي، ومراكز تأهيل بتساعد الناس ترجع لحياتها. والأهم وقاية الشباب، التوعية المبكرة، وجود بدائل وفرص، وحوار مفتوح بدون وصم. مهم نفهم إن في عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية ساعدت المشكلة تكبر: شركات تسويق، إهمال في سياسات الصحة العامة، وفقر ونقص فرص شغالين على زيادة المشكلة. كتابات التاريخ بتورينا إن الحل مش بس قانوني، لازم يكون متعدد الأوجه. الهراء مش بس هيروين، هو ألم لناس حقيقية وأسر بتتألم كل يوم. لو أنت بتتألم أو عندك حد حواليك، دور على مساعدة طبية ودعم. لو بتشتغل في توعية أو برنامج، اتواصل مع مؤسسات الدعم، ومع بعض نقدر نخفف الضرر ونبني مجتمعات أحسن. لو عايز تعرف أكتر أو محتاج مصادر دعم، اكتب في الكومنتات وهنرفق لك أرقام ومراكز. الفيديو من إخراج السيد التركي. لو عجبك الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وسيبوا رأيكم في الكومنتات. سلام.